في بداية عام 2012 بدأت ثورات الربيع العربي تتصاعد، وكانت الأخبار القادمة من سوريا تثير الكثير من الاهتمام في العالم العربي. في هذه الأجواء المتوترة، وجد أحمد الأسير فرصة لإبراز قضيته وترسيخ مكانته كممثل لصوت صيدا سني. في خطبه المتحمسة، لم يتردد الأسير في إعلان دعمه العلني للثوار في سوريا، معتبرا أن ما يحدث هناك ليس مجرد ثورة ضد نظام قمعي، بل معركة وجودية للمسلمين السنة. كان لهذا الموقف تأثير كبير في صيدا، حيث بدأ أنصاره بتنظيم مظاهرات حاشدة وعزوا من تواجدهم الشعبي. بدأ الأسير في تشكيل تحالفات مع شخصيات سياسية سنية معارضة لحزب الله والنفوذ الإيراني في لبنان. رغم أن هذه التحالفات كانت تتصف بالهشاشة في أحيان كثيرة، إلا أنها أعطته صدى وظهر كشخصية محورية جديدة في الساحة السياسية اللبنانية. لم يكن الطريق مفروشا بالورود. تصاعدت التوترات إلى مواجهات عنيفة بين أنصار الأسير ومجموعات موالية لحزب الله في صيدا. استمرت هذه الاشتباكات لفترات متقطعة، وسقط فيها القتلى والجرحى من الطرفين، مما دعا لانتشار الجيش اللبناني في المدينة. رغم العنف، إلا أن الأسير استمر في خطبه المليئة بالتحدي، وأصبح يطلق عليه الأسير الخارج عن السلطة. اجتمعت حوله حشود كبيرة من الناس، سواء في المظاهرات أو في المسجد، مما جعله رمزا للمقاومة السنية في مواجهة الهيمنة الشيعية المتنامية. استخدم منبره لدعوة السنة إلى تنظيم صفوفهم وتحقيق العدالة، وكان يقول باستمرار: لن نتراجع حتى نعيد الكرامة لأهل السنة. مع استمرار الأوضاع الأمنية في التصاعد، بدأت الحكومة اللبنانية تنظر للأسير كخطر على الاستقرار الداخلي. صدرت أوامر باعتقاله، لكنه رفض الاستسلام، مما جعل الوضع أكثر تعقيدا. بقي صامدا في المسجد يدير شؤونه من هناك. ينتهي الفصل الرابع وقد أصبح أحمد الأسير شخصية بارزة تزعزع النظام السياسي والطائفي في لبنان، تشغل كلماته قلوب محبيه وتثير مخاوف خصومه.